عليه هو الدور ديال لاله زينب الشاوي، الأم ديال ثريا الشاوي، اللي طبعًا حاطت بنتها بجميع جميع المحاولات باش أنها تصنع منها مرأة مغربية حرة. وأنا فرحانة أنني دوزت هاد الدور هذا وتسند لي، لأن أي ممثلة اللي يكون عندها الشرف أنها تكون لا مامون ديال ثريا الشاوي، واللي ساهمت في محاولة تكون شخصية مغربية. فعلا هي ملي كيكون شخصيه حقيقيه كتكون صعوبه ولا كتكون مسؤوليه اكبر من شخصيه واقعيه، لان الواقعيه بين قوسين هي كتكون وهميه وكنحاولوا نجراها في الواقع. لان كتكون مضطره انك تعمل شي حاجه اولا تبحث وتقلب وتسول في الشخصيه الحقيقيه كيفاش كانت باش تحاول تجسدها كما هي، كتكون امانه فنيه اكثر ما هي كتكون. هذه هي الصعوبه اللي كانت، والحمد لله سولت وخديت معلومات والمخرج عطيني المعلومات كامله، فحاولت انني نجسد الموضوع. الظروف كانت اكسيدون دو طرافاي، الحمد لله دازت بخير وعلى خير. كان عيف الوقت ديال الحريق هو اللي كان عندي صعيب شويه، من بعد كانت الامور كامله مزيانه. الطاقم الطبي يعمل اللي في جهده كامل، اللي كنشكروا من خلال الموقع ديالكم، ودار اللي في جهده انه يرتاحني ونكون مزيانه. الظروف اولا طاقم العمل حتى هو كان يعني داير اللي في جهده حتى هو باش يخليني نرتاح، خصوصا المنتج سي حسن الشاوي والمخرج ربيع الجوهري اللي كانوا مستعدين انهم يوقفوا العمل حتى نبرع نعاود نستأنف. مي بصراحه انا اللي رغبت بهذا المعنى، وحاولت نقنعهم انني نكمل التصوير، ولان حشومه ان يكون المصاريف والخساره الماديه على ماشي على والو، ولكن زعما شفتهم شنو داروا معايا، فاقل حاجه اللي نقدر نديرها هو انني نحاول حتى انا نجهد معاهم باش نكملوا التصوير. ما لقيتش صعوبه نهائيا. الصعوبه اللي كانت في الحريق وفي انني نماسكي زعما التهريسه ونماسكي نيفي اللي كيبان واقيلا باين انه مغطي بهذا. هادشي اللي كاين، اما من غير هادشي هذا فحاولت انني نبين عادي، وان شاء الله الجمهور ما غاديش يعرف المشاهد اللي فيهم هرسه واللي فيهم عاديه ان شاء الله. ما كاينش شي سبب، هو انني ما عرفتش، انا غير ذكيه على السوشيال ميديا، ما كنعرفش نجيري بزاف. كيوصلوني ميساجات كنحاول نجاوب على القياس اللي كنقدر، شي حاجات ما كنعرفش كيكونوا دي ميساج محيدين كنسى بلي كاين واحد لابواط كتكون محيده ما كنجاوبش عليهم، حتى واحد المده عاد كنبقى نجاوب. عرفت المهم انا باغيه نكون ذكيه على الانترنت اجتماعيا، زعما على السوشيال ميديا، ما عرفتش كيفاش نقولها، المهم فهمتيني. فباغيه نكون ولكن ما كنعرفش، كنغبر نقول لا طولت الغيبه نخرج نسلم عليهم امتي كوكو صافي. بالضحك والله كتكون شي انتقاد شي ميساج شي حاجه كنبقى نضحك، عاد كنفكر واش نجاوب هاد الشخص ولا هاد الشخصه هاد بنت ادم ولا هاد ابن ادم. كنفكر شي مره كنجاوب، ملي كنجاوب كيعتذروا، ملي كيعتذروا كنتقبلها بكل زعما بكل حب، وكاين ما كنجاوبش كنخليها هكذا كنضحك ونقول الله يشافي. ومشكله دابا انا عارفه المرض العضوي كنعرفه ربي كيشافي وكيدعم، المشكله هو في المرض العقلي، المرض النفسي، المرض القلبي بين قوسين شنو كيكون فيه هذاك هو اللي صعيب، ان الواحد كيكون مريض وما عرفش راسو انه مريض. ربي الشافي الحمد لله. الله يشافيكم الصراحه، حتى الناس اللي كانوا كيدعيو معايا يدعيو معاهم يدعيو معاهم ربي يشافيهم وينقي قلبهم وينقي ويرزقهم العقل، زعما الحمد لله على كل شيء.
الجمهور كنبغيه بزاف، من حيث الحب ديالو كيوصل لي، الطاقه الايجابيه كتوصل لي، ملي كتلقاهم في الزنقه كيجيو يسلموا، داكشي شكل، داكشي روحاني، عرفتي الفيلينغ كيدوز من قلب لقلب، شي حاجه، هذيك الطاقه، عرفتي واحد القوه داكشي دروس متحركه ملي كنا صغار كتخرج كتجي فيك، هذاك في حسب ديال بعيد غير كنصحى. شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم، شكرا. من جريدة العالم 24.